السلام عليكم. تعالوا النهارده بقى نعمل غدوة مصرية على أصولها، من أحلى الوجبات أو الغدا اللي بنعملوه في مطبخنا المصري أيام العيد بالذات. كلنا طبعا عندنا لسه رقاق بتاع العيد. هنعمل مع بعض أحلى صينية رقاق بالطريقة المصرية على أصولها. هعملها معاكي بطريقة حلوة جدا. شوفي قد إيه الرقاق آم، مقرمش من بره، طري وتحفة من جوه. وهعمله بخلطة لحمة معاكي طعمها حلو قوي ومميز. كمان هعمل معاكي الملوخية المصري بكل أسرارها وتكاتها، حبة رز بشعرية كده تحفة فيها كام تكة حلوين. وهعمل معاكي اللحمة وازاي تطلع معاكي حلوة قوي وتطلع لك شوربة رايقة. يلا نسمي بالله ونشوف عملت ايه. انا معايا هنا حلة على النار سخنتها، فيها معلقة من السمنة البلدي، ونزلت باللحمه بتاعتي ويا ريت فيها حته عظمه كده زي ما شفتي، بتدي طعم حلو قوي. حطيت بقى ورق لوري وحبهان ورشه كده من الفلفل الاسود، وقطعت بصلايه وحمرتهم، وهفضل احمرهم كده لحد ما ياخدوا لون حلو. غطيت عليهم 3 4 دقايق بالظبط. وبعدين هتفتحي كده بصي، هتحسي ان اللحمه متحمره. هضيف المية المغلية، هسيبها تغلي غلوتين تلاتة كده. وبعد كده بصي ما فيهاش ريم ولا اي حاجة دوت عشان محمرينها كويس. هضيف لها بقى بصلاية وطماطمايه كده، بتدي تسكيرة حلوة قوي للشوربة. وبس كده احلى حتة لحمة تاخديها. اما انا هدي عليها النار، هديت عليها النار وسبتها تكمل سوا براحتها. ويلا نعمل احلى عصاج للرقاق. معايا هنا معلقة من السمنة ومعلقة من أي دهن حيواني عندك. أنا حطيت ليا بتنقل العصاج لحتة تانية خالص. نزلت كده ببصلتين كبار، ومعايا نص كيلو من اللحمة المفرومة. بقسم الطاسة اتنين زي ما انت شايفة كده. مش بقلب اللحمة المفرومة ولا باجي ناحيتها غير اما بتتحمر من تحت وتاخد اللون البني ده زي ما انت شايفة. بصي ابتديت بقى اقلبها اول ما خدت اللون البني الحلو المتحمر ده. هقلبها وبقلب البصل لوحده واللحمة لوحدها لحد ما الاتنين، البصلة تصفر واللحمة كمان ابتدت كلها تغير ولونها يحمر، يبقى بني كده يغير. حطيت قلبتهم على بعض، وحطيت معلقة كبيرة من الثوم المفروم، ورق اللوري، رشة من الحبهان المطحون، ورشة من جوز الطيب. هحط بقى بهاراتي بسيطة، 7 بهارات ومعلقة صغيرة من السبع بهارات ومعلقة صغيرة من البابريكا المدخنة. بس كده. حطيت بقى معايا جزرايه مبشوره وقرن فلفل اخضر وطماطمايه برضو بشراها كده صغيره. هي طماطمايه واحده بس. عارفه عصاج الرقاق هتقولي لي ما فيهوش طماطم، بس بجد بتديه طراوه حلوه جدا، وبتدي له تسكيره حلوه قوي. جربي الطماطمايه مش هتندمي. مع الجزر والفلفل طبعا بيدي طعم حلو. ووطيت عليها النار وسبتها تستوي. هنا الرز بالشعريه بقى ما فيش اسهل منه. معلقه كبيره كده من السمنه، حبه زيت، قلبته وهعمله بشوربة. ونزلت بالرز وهعمله بشوربة اللحمة. بعد ما حطيت شوربة اللحمة سبته لما تشرب، وزودت له معلقة كمان من السمنة البلدي، وهديت عليه النار وسبته يكمل سوا. هنا دول كوبايتين من الشوربة. حطيت كوبايتين من شوربة اللحمة، عليهم كوباية من اللبن. ويا ريت اللبن كده يبقى ايه بخير وكده بالقشطة بتاعته، ورشة من الملح ورشة من الفلفل ومعلقة كبيرة من السمنة. ده كده المقدار دوت هيعمل لك صينية رقاق محترمة. باخد بقى من الخليط، والخليط بتاعي لازم يبقى سخن طالما الرقاق بتاعي ناشف. لو بتعملي رقاق طري يبقى هتخلي الخليط بتاعك بارد مش سخن عشان ما يعجنش منك. هنا انا بستخدم رقاق ناشف، فالخليط بتاعي سخن زي ما انت شايفة كده، اللي هما كوبايتين الشوربة وكوباية اللبن ومعلقة السمنة ورشة الملح والفلفل. حلو قوي كده زي الفل. بدهن الصينية دي كبيرة مقاس 30، بدهنها كويس جدا بالسمنة البلدي. معايا معلقتين من السمنة البلدي مسيحيهم زي ما انت شايفة. ببتدي ادهن الطبقات بتاعتي من الخليط دوت من الجنبين، وبرص 4 طبقات، وبين كل طبقة وطبقة بدهن بدهنة كده من السمنة البلدي لحد ما كونت ال4 طبقات. هبتدي انزل بالعصا. عملت كده في الصينيتين دي، الصينية التانية كمان. كل ده بنص لحمة مفروم بس. عمل لي الصينيتين الكبار دول.
هكمل فوق زي تحت بالظبط ب4 طبقات. هاخد كل واحدة من الرقاق، ادهنها كويس من الخليط اللي عملناه، وبعد كده بدهنها بالسمنة البلدي لحد ما اكون ال4 طبقات. بعد كده باخد حوالي كوباية الا ربع من الخليط دوت، انزل بيه على الجوانب، يعني على الجوانب بس عشان الجوانب بتبقى ناشفة شوية بخليط اللبن والشوربة. بصي على الجوانب وبس، وبدهن الوش بتاعها بالسمنة البلدي. دخلتها على فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص لحد ما الجوانب تحمر. وهقولك هنعمل ايه. تعالي بقى نعمل مع بعض احلى ملوخية بالطريقة المصرية بكل تكاتها وحركاتها. معايا شوربة لحمة مغلية زي ما انت شايفة، حطيت فيها مكعب مرقة، معلقة صغيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم، وهقلبهم كويس. وبعد كده معايا طماطمايه صغيرة، وده سر بقى الطعم والتسكيرة الحلوة اللي في الملوخية. هي طماطمايه صغيرة بس ضربها في الخلاط، وهضيفها للشوربة تاخد غلوة واحدة بس. ومعايا الملوخية الفروزن بتاعتي بطلعها من الفريزر على طول على الشوربة المغلية. اوعي تسيبيها تفك عشان ما تسودش معاكي، وبرده ما تغليهاش كتير. اول ما تبتدي تفك معاكي كده خلاص طفي عليها النار وسيبيها. جبت هنا اللحمه بتاعتي بعد ما استوت. معايا في الطاسه معلقه واحده من السمنه البلدي ومعلقه من الزيت. حمرت بقى اللحمه، واخدت كل البهاريز والطعم التحفه اللي نازل من اللحمه دوت، هعمل بيه طشه الملوخيه. تخيلي بقى الطعم. حطيت معلقه كبيره من الثوم المفروم، وسبته لحد ما احمر كده. وبعد كده ضفت له معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، حمرتهم لحد ما اخدوا اللون الحلو الذهبي ده. ويلا بينا نسمي بالله، وهطش الطشه على الملوخيه. بصي تحفه، طعمها وريحتها بيقلب الدنيا. اعملي الملوخيه بطريقتي بجد بجد هتعجبك وهتموتي فيها. طعمها فارق جدا. احلى ملوخيه هتاكليها بجد، احلى كمان من اللي بتاكليها في اشهر المطاعم. بجد طريقتها حلوه قوي وهتعجبك. هنا الرقاق بقى بعد ما احمر معايا كده من الجوانب، بصي اهو باين جدا ان هو احمر من تحت واحمر الجوانب بتاعته. خلاص هفتح عليه الشوايه ياخد اللون الحلو ده، وهبتدي اطلعه. هخلي صينيه طريه، الصينيه الالومنيوم دي هغطيها لو انت عايزه الرقاق يطرى معاكي. اول ما يخرج من الفرن غطيه. لو انت عايزاه يفضل بقى مقرمش من بره ويطري كده وتحفه من جوه، يبقى هتسيبيه زي ما انت شايفه كده، هتقدميه على طول. هقلبه معاكي وهتشوفي طعمه خطير. هنا قوام الملوخيه وريحتها وطعمها رائع. بجد جربيها بطريقتي. ولا الرقاق بقى، يلا تعالي اقلبيه وشوفي لونه. حطي زي ما هو بقى، اقلبيه براحتك خالص. عايزه تسيبيه ناشف زي ما قلت لك هتسيبيه، ما تغطيهوش. عايزاه يبقى طري هتغطيه زي ما شفتي كده. هنا قلبت الرقاق، وتعالي بقى شوفي من جوه، وشوفي منظر اللحمه المفرومه جواه. وحشوته حلوه جدا، مليان الحشوه بجد بسبب الخضار اللي ضفناه، الجزر مع الفلفل الاخضر مع الطماطمايه والبهارات، مدياله طعم حلو قوي قوي. جربي بقى الغدوة الحلوة دي وادعي لي، وبإذن الله هتعجبك. ولو عجبتك بقى وصفة النهاردة يا ريت ما تنسيش اللايك والشير وتعليق لو بحرف يرفع الفيديو ويوصل لأكبر عدد ويستفيد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.